واه باسكو دابا غندخلوا في واحد كومبيتيسيون جديده. دابا تربح تو كونتينيو، تخسر تدخل. المباراه الجايه تنظن غيبدا من اليوم. جينا لانه جايين حتى حنا عازمين باش يمكن لنا نوصلوا لابعد نقطه في هذا كاس افريقيا. ما عندناش غرض مع شكون غنلعبوا، لحقاش لا بغيتي تربح هاد كوب دافريك خصك تربح ضد. كما قلنا فاحنا ما عندناش اعذار، فاحنا متواجدين هنا باش ننافسوا على البطوله ان شاء الله. دائما ما تحمل مواجهات المنتخب المغربي ونظيره الجنوب افريقي في طياتها الكثير من الاثاره والتشويق، حيث التقى المنتخبان في 7 مناسبات نجح البافانا في التفوق بمواجهتين، بينما انتصر الأسود في مباراة واحدة، فيما تعادل الطرفان في 5 لقاءات. وشهدت أغلب المباريات مواجهة المنتخبين لبعضهم البعض في نهائيات إفريقيا ب5 نسخ. أما في اللقاءات الودية فقد تواجه الطرفان في مناسبتين، وتعود أولى المواجهات إلى سنة 1998، وتحديدا بنسخة كأس الأفريقية التي أقيمت ببوركينا فاسو، تفوقت خلالها جنوب إفريقيا ب2-1. وفي نسخة مالي 2002 كرر منتخب الأولاد تفوقهم على الأسود، هذه المرة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. وفي نفس السنة تواجه الطرفان خلال بطولة ودية نظمت في إيران، انتهت بفوز الأسود بضربات الترجيح. والتقى المنتخبان مجددا في نهائيات إفريقيا سنة 2004 بتونس، حسمتها نتيجة التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة. الصدام تجدد في كأس الأفريقية سنة 2013 عندما احتضنتها جنوب إفريقيا، الأخيرة أنهت السجال بنتيجة التعادل هدفين لمثلهما. تبعتها بعد ذلك مقابلة ودية انتهت متعادلة بهدف في كل مرمى. آخر المواجهات كانت ضمن كأس إفريقيا التي أجريت على الأراضي المصرية سنة 2019، وتمكنت من خلالها العناصر الوطنية من حصد أول فوز في تاريخ مواجهاتها ضد جنوب إفريقيا.